أهلا بكم أصدقائي. ليس أمرا عابرا أن يصل المغرب إلى دور مجموعة الثماني. انتصر المغرب وحرر إفريقيا وآسيا من عقدة الدون وعقدة المهارات وعقدة الاحتراف أمام الأوروبيين. انتصر المغرب وحرر العالم من نمطية الوعي الذي سيطر لنحو قرن على الشعوب، والانتصار ليس أمام أي فريق وإنما فريق عمالقة إسبانيا. فلم يعد العربي والإفريقي والأسيوي مجرد مشاهد لأقدام بيضاء ترسم وتخطط وتلعب وتفوز وتحمل الكأس الذهبية. هذا الكلام ليس عاطفيا أو وجدانيا حيال المغرب وأسوده، وإنما كلام يؤكد أن المغرب والعرب انتقلوا إلى مرحلة الاحتراف العالمي، وأن المنتخب المغربي أثبت نفسيا قوة استمرار في المواجهة حتى لحظات ضربات الترجيح، وقال للعالم: انتهت عقدة النقص والتفوق. وتذكروا المنتخب السعودي كيف لعب باحتراف أيضا، وحتى التونسي. فاز أسود الأطلس بجدارة ومهارة لا تقل لا بل تضاهي إن لم تتفوق على أيقونة المستديرة الساحرة، والذين قدستهم بروباغندا الإعلام الذي تديره شركات المراهنة العملاقة على مونديال اللعبة الشعبية الأولى في العالم. هذا الفوز والانتصار حتى لو بقي ضمن دائرة الثمانية يطرح تحديات وتساؤلات. لماذا لا نصنع رياضتنا نحن العرب؟ لماذا لا نوفر الإمكانيات لأجيال تصنع كرة عربية يحسب لها الحساب في ملاعب أوروبا والعالم؟ ها قد فتحت قطر الطريق، والباقي على الحكومات الأخرى وأصحاب الأقدام الذهبية من أسود المغرب وغيرهم. وألف مبروك لبلد المغرب ولكل العرب، وإلى كرة عربية محترفة.